هنتكلم على النتورك لاير موديل. النتورك لاير موديل من الحاجات المهمة اللي انت محتاج تفهمها بشكل عام، هي شغالة ازاي او بتحل لينا مشاكل ايه بالظبط. زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات كتير، ان انت لما بتبعت مسج من ماشين لماشين تانية، الماشين بتاعتك بتبقى موجودة على نتورك معينة، والسيرفر مثلا اللي هو يعتبر ماشين برضه بتكون موجودة على نتورك. اللي بيوصل الماشين دي بالماشين ده قلنا اللي هو الانترنت. بس قلنا ان الانترنت في الاخر هو مش حاجة ماجيك، تمام؟ مش مجرد اللي انت احنا من كتر استخدامنا للانترنت ان احنا بنبعت رسالة، بنبعت حاجة، الحاجة بتبعت للسيرفر وبيجيلنا الرد على طول. بالنسبة لنا الانترنت دي حاجة ستيبل جدا، وحاجة ماجيك كده بتحصل، ومستحيل يحصل فيها مشاكل. بس في الحقيقة زي ما احنا وضحنا قبل كده، قلنا ان الموضوع مش بالبساطة دي، لا بالعكس. ده في ماشينز وفي هاردويرز وفي ليلة كبيرة حضرتك، وسلوك ماشية في الأرض وسلوك ماشية في البحار، عشان بس مسج من ماشين توصل أو داتا من ماشين توصل لماشين تانية. فالمشاكل اللي ممكن تحصل هي مشاكل كتير جدا، سواء مشاكل في الهاردوير، مشاكل في السوفت وير، مشاكل ممكن انت ك ولا سوفت وير ولا هاردوير، ممكن انت كبروفايدر، انت ممكن تكون معتمد على بروفايدر معين، والبروفايدر ده واقع. زي مثلا احنا النهارده 19، امبارح 18، يوم 18 كان اغلب المواقع واقعة، لان اغلب المواقع كانت بتعتمد على بروفايدر اسمه كلاود فلير. كلاود فلير كان واقع، والمستخدمين لما كانوا بيحاولوا يوصلوا للمواقع اللي بتعتمد على كلاود فلير، آه كانوا مش قادرين يوصلوا للمواقع دي. فبالنسبة للمستخدمين المواقع دي واقعة مش شغالة. بس فعلا انت ما عندكش مشكلة، السيرفيس بتاعتك شغالة، السيرفيس بتاعتك موجودة على السيرفر وشغالة، بس المشكلة إن هي ما بتستقبلش ريكوستات، لأن في بروفايدر أنت معتمد عليه واقع. وزي ما الصورة موضحة، كل الإنترنت عبارة عن سلوك بالظبط. طب تركيزنا إيه في اللاير موديل بشكل عام؟ إحنا تركيزنا إزاي الداتا بتيجي من الماشين بتاعتي، ومثلا تبدأ تتبعت عن طريق الواي فاي، أو عن طريق مثلا سلك الإنترنت، رسالة. يعني هناخد رحلة المسج من أول ما تطلع من الأبليكيشن بتاعك. يعني أنت مثلا لو بتستخدم ماسنجر، بتستخدم واتساب، بتكتب بوست على لينكدين، إزاي إيه هي السايكل، أو إيه هي السايكل اللي بتمر بيها المسج دي لغاية لما تخرج مثلا من الراوتر بتاعك. هي بتعدي على كذا layer عشان تخرج من الراوتر بتاعك. حتى على الليفل ده الموضوع معقد، مش بالبساطة. يعني انت خلاص يا عم، احنا اقتنعنا ان النتورك حاجة كبيرة جدا، وفيها layers كتيرة، وفيها هاردويرز، وممكن تحصل مشاكل كتير. انت جاي برضه تقول لي هنا حتى الرسالة لما بتخرج من الماشين بتاعتي بتعدي على كذا layer، والموضوع مش بالبساطة اللي انا متخيلها. ده حقيقة، ودي حاجة انت محتاج تفهمها. لان في الاخر انت كابليكيشن، كباك اند سيرفيس، انت بتستقبل ريكوستات وبترسبوند على ريكوستات. فممكن في مشكلة تحصل في اي لير من الليرز دول، حتى لو انت مش المسؤول عنهم بشكل مباشر، حتى لو انت مش مهتم بالتفاصيل ازاي الامبلمنتيشن. بس ده هيفيدك في ايه؟ لما يحصل مشكلة تكون فاهم المشكلة فين بالظبط، قادر تفرق. هل المشكلة في السيرفيس بتاعتي؟ هل المشكلة في حاجة انا معتمد عليها؟ هل المشكلة في بروفايدر انا بعتمد عليه؟ هل المشكلة عند الكلاينت؟ دي مفاهيم هتساعدك تحل المشاكل اللي بتقابلك، وتفهم الحاجة معمول لها implementation ازاي. تمام تمام، ودي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها. نيجي لأول حاجة، انت أي ماشين عشان توصل للإنترنت بتبقى إما متوصلة بواي فاي، أو متوصلة بكابل إنترنت. تمام تمام. تخيل بقى انت هنا فوق، هنا الابلكيشن بتاعك، هل انا كابلكيشن شغال او راننج على ماشين معين، محتاج انا اخد الرسالة، يعني اشتغل او اعمل الفانكشن بتاعت الهاردوير، اللي هو ابعت الرسالة للواي فاي واستقبل الرسالة من الواي فاي، وفاهمين قصدي، واتعامل على الليفل اللو ليفل قوي ده؟ لا، انا مش مسؤول عن ده. يعني انا بشكل مباشر مش مسؤول عن ده. فدي بتبقى مسؤولية الفيزيكال لاير. الداتا بتاعتي عشان توصل لسيرفر تاني، احنا قلنا احنا في نتورك. النتورك ده كل سيرفر المفروض يبقى ليه رقم معين اقدر اوصل فيه، فبنقول عليه هو الاي بي. فالنتورك لاير هو مسؤوليته بشكل عام ان كل ماشين على مستوى العالم يكون لها اي بي
address. تمام، تمام، من خلال الIP address ده أنا أقدر أبعت الmessage أو الdata. طبعًا الموضوع مش بالبساطة دي عشان نكون واضحين يعني، الموضوع فيه تفاصيل جدًا ومعقد جدًا كتير. الناس المتخصصين في الnetwork يعني هم اللي بييجوا deep dive في الحوار ده، والواحد لمّا درس الnetwork برضه كان الموضوع يعني فيه معلومات أكتر من كده بكتير، بس إحنا بناخد الموضوع بشكل high level بحيث إحنا نفهم الحاجة شغالة إزاي زي ما قُلت لكم. فالnetwork layer هو بيكون عندنا كل machine لها IP address الخاص بيها. طب إزاي أنا السيرفر بتاعي هيقدر يتواصل مع السيرفر التاني؟ عن طريق الIP address. فالسيرفر ده بعت data عن طريق الnetwork layer اللي هو بيضيف حاجة اسمها الIP address، هنقدر نوصل للسيرفر التاني. تمام، تمام. نرجع بقى للصورة دي، هنربط الكلام مع بعضه. شايف أنت؟ يعني أنت تخيل مثلًا أنت في البيت أهو وعاوز توصل للسيرفر ده، شايف مثلًا الmachine بتاعتك على الnetwork بتاعتك واخدة IP address معين، فهتخرج للإنترنت وتروح للIP address اللي موجود مثلًا جوّه نقول هنا جوّه المكان ده. الIP address بيدّي بكل machine الIP address الخاص بيها. بس في حاجة في الIP address ما يضمنهاش ليك، ما يضمنش ليك إن الdata توصل زي ما أنت بعتّها. يعني أنت ممكن تكون باعت لي hello محمود، هو ما يضمنش إن hello محمود دي توصل توصل ليّا. تمام، تمام. هو ما يضمنش ليك. هو عارف الIP address ده، أنت ليك IP address والسيرفر ده ليه IP address، بس هو مش مسؤول أو مش مسؤوليته إنه يضمن ليك إن الmessage ذات نفسها توصل إيه، توصل مضبوطة. تمام، فاهمين قصدي؟ أو مش متعدلة، الحاجتين برضه. نيجي بقى نيجي هنا ننقل للtransport layer. الtransport layer بقى بيبدأ يضيف شوية functions زيادة. تمام، منهم مثلًا في implementation اللي هو الTCP، وفي implementation اللي هو الEDP. خلّينا الTCP. الTCP بدأ يضيف شوية implementation زيادة عن اللي بيعملها الnetwork layer. خلاص إحنا بقينا عندنا layer قادر يبعت الحاجة يتعامل بشكل low level. عندنا الnetwork layer قادر من خلاله نعرّف كل machine عن طريق الIP بتاعها، ونوصل للmachine دي عن طريق الIP. الtransport layer بيبدأ بقى يضيف شوية functions على مستوى الsoftware. بمعنى إيه؟ الtransport layer مثلًا زي ما إحنا قلنا ليه 2 implementations، عندنا الTCP والEDP. الTCP زي ما قلنا هو بقى إحنا كده يعتبر إيه، بشكل كبير على level الsoftware. الTCP بيضمن مثلًا إن الرسالة بتاعتك توصل مضبوطة وتوصل كاملة. فتعالَ بقى نركب اللي إحنا قُلناه. قُلنا إحنا الرسالة أو الdata عشان تخرج من الmachine بتاعتي بتعدّي على كذا layer، أولهم الapplication layer وكذلك الtransport layer وكذلك الnetwork layer وكذلك الphysical layer. طب لمّا في الmachine التانية أو الserver يreceive الرسالة، الphysical layer بيستقبل الرسالة، بعدها الnetwork layer بتعدّي بشكل عكسي بقى من الphysical layer للnetwork layer للtransport layer للapplication layer. تمام، تمام. نيجي بقى للapplication layers. إحنا كل اللي عمّالين نتكلّم عنّه ده، إحنا بنتكلّم عن data هتوصل لserver تاني. إزاي هنوصّل الdata دي لserver أو machine تانية موجودة على الnetwork من غير ما تتعدّل وتوصل مضبوطة. بس ما اتكلّمناش أوي شكل الdata دي هتكون عامل إزاي، أو شكل الrequest هيكون عامل إزاي، أو إزاي الdata دي الstructure بتاعها هيكون عامل إزاي بالضبط. دي الإجابة اللي بيجاوب عنها الapplication layer. الapplication layer هو اللي بيوصف شكل الdata اللي هتتبعت هيكون عامل إزاي، أو الstructure هيكون عامل إزاي. بمعنى إيه؟ تخيل كده محمود، أنا كمحمود باتكلم إنجليزي. تخيل أنا محمود أنا باتكلم إنجليزي، ومثلًا محمد بيتكلم مثلًا إنجليزي. لو قلنا ده محمود وقلنا ده أحمد مثلًا. ماشي، معلش، محمود هيبعت رسالة لأحمد. محمود عارف عربي وإنجليزي، وأحمد عارف إنجليزي بس. محمود قرر يبعت الرسالة بالعربي. شيل الapplication layer ده كأنه مش موجود، وهنبدأ بالtransport layer. الtransport layer هيتأكد إن الرسالة اللي كتبها محمود بالعربي، تمام، اتبعتت مضبوط من غير أي تعديل فيها وراحت لأحمد. أحمد كان مولود برّه ما يعرفش غير إنجليزي.
النتورك layer هيكون مسؤول إيه؟ إنه يدّي الIP address للماشين بتاعة أحمد، هيكون مسؤول إن إحنا نتعرّف على الIP address بتاعة الماشين الخاصة بأحمد. الphysical layer هيكون في الlow level، بيتعامل بlow level بقى، اللي هي الlow level details اللي إحنا مش مهتمين بيها بنسبة كبيرة. طب أحمد لمّا يستقبل الرسالة، هل أحمد فاهم فرنساوي؟ لأ، هي الdata وصلت له بس هو مش قادر يعمل لها processing، لإنه مش قادر أصلًا يفهمها ولا قادر يفهم محتواها، بالتالي مش هيعمل لها processing. دي المشكلة اللي بيحلها الapplication layer. الapplication layer هو بيدّي للرسالة معنى، بيدّي للرسالة structure، تمام، بحيث إن أنا لمّا أبعتها لapplication تاني، الapplication التاني يبقى expected إن الرسالة بتاعته جاية له بstructure أو بformat معيّن، فيقدر يفهمها ويعمل لها processing. تمام، تمام، دي معلومة مهمة جدًا عشان ناس كتير بتتلخبط فيها. الapplication layer اعتبره كأنه واحد بيعرّف structure معيّن أو شكل الdata هيكون عامل إزاي، عشان لمّا تروح لapplication layer تاني يقدر يفهمها. ماشي نrecap، معلش صدعتك معانا. نrecap اللي إحنا قلناه بكل بساطة. إحنا شرحنا الموضوع ده بالتفصيل. الnetwork مش حاجة magic، الرسالة بتاعتك بتعدّي على layers كتيرة، hardwares، كابلات في البحر، كابلات في الشوارع، سيرفرات موجودة في أماكن مختلفة عشان توصل للراجل أو للسيرفر اللي أنت باعت له الrequest بتاعك. تمام، تمام. وقُلنا إن النتورك الأساس اللي مبنية عليها ممكن يحصل مشاكل كتير في النُص. تمام، تمام، أنت ما لكش ذنب فيها ولا الclient ليه ذنب فيها. قُلنا إن الرسالة قبل ما تخرج من الmachine بتاعتك هي برضه بتعدّي على levels كتيرة عشان تخرج من الmachine. تمام. قُلنا بتعدّي على layers كتيرة levels أو layers، ماشي. أول حاجة الapplication layer والtransport layer والnetwork layer والphysical layer. الphysical layer بيكون مسؤول إنه يتعامل مع الlow level details، محتاجين نفهم بشكل عام هو بيعمل إيه. الnetwork layer بيكون بشكل عام مسؤول إنه يعرّف الIP address الخاص بالسيرفر والخاص بيك عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض. نيجي للtransport layer بيبدأ يضيف function زيادة زي مثلًا الTCP، بيضمن إن الرسالة توصل مضبوطة من غير تعديل. والapplication layer بيبدأ يضيف level جديد، إيه هي شكل الdata اللي هنبعتها بيني وبين السيرفر. تمام، تمام.